بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دائما أقول إنه ربات البيوت أو النساء بشكل عام منشغلات بموضوع نظافة البيوت أكثر من نظافة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن نرجع ثاني مرة نقول إنه هي كلنا نعرف ننظف، كلنا ربات بيت شاطرات، كلنا مجتهدات. حتى لما يجيني واحدة تتكلم عن موضوع في الادخار أو التحويش أو كذا، أقول كل النساء العربيات مدبرات بالفطرة، لكن محتاجين أحد يحطنا على أول الطريق، محتاجين أحد يعطينا خبرته بإخلاص. كثير ناس تعطيكي كلام، بس كلام على ورق. كثير في السوشيال ميديا نلاقي فيديوهات عن التنظيف، كثير في السوشيال ميديا نلاقي المرأة الخارقة، لكن يعني صدقا أنا ما أثق فيهم. أنا بعطيكي خلاصة وتجربة سنين طويلة في تنظيف البيت. أول قاعدة لازم نكون متفقين عليها إنه النظافة وسيلة وليست غاية. يعني أنت مو غايتك إن البيت يكون نظيف، لكن غايتك إنه البيت يكون نظيف علشان هذه وسيلة إنك تحافظي على صحتك، صحة أبنائك. أنت تستحقي الحياة في بيت نظيف. أنا هذا دائما شعاري، لا تنظفي البيت علشان مجرد إنك تبي تنظفيه علشان تبهري العالم، علشان ما هذا مو هو غايتك. خلاص، هو نظافة البيت وسيلة لتحقيق نجاحكم، تلاقوا بيئة فيها تقدروا تذاكروا فيها، تقدروا تدرسوا فيها، تقدروا تعملوا فيها، تقدروا تقضوا فيها أوقات من المرح والتسلية. هذا هو يعني النظافة وسيلة وليست غاية، هذا لازم يكون شعارك. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما أسميها نصائح، كلكم ربات بيت ناجحات، لكن أسميها حاجات من خبرتي أنا تعلمتها. على فكرة فيكم كمان ناس بتسمع الفيديو هي أكثر خبرة مني، لكن هذه الأيام طاقتها منخفضة فبتجدد طاقتها. حتى أنا لما طاقتي تنخفض أروح أدور على فيديو بس تكون واحدة صادقة وتعطيني كلمتين من قلبها علشان أجدد طاقتي. تمام. أول حاجة يعني أنا عرفتها أو أول نصيحة أنا يعني اكتشفتها مع الأيام، الكلوركس. الكلوركس شفتي قد ما اخترعوا مواد تنظيف، نرجع ثاني مرة للكلوركس، بدليل إنه حتى مادة الكلور حتى يعقم بها الماء. يعني شوفوا كيف مادة الكلور ما فيها الإكس حق النظافة. الكلوركس هذا يعني لازم في كل بيت، بس طبعا اللي عندها أطفال صغار لازم يعني تكفل العبوة جيدا وتشيلها في مكان آمن، ولا تحطيها في مكان مرتفع لا تنكب عليك يعني وتسبب مشاكل، لكن حطيها في مكان آمن وأقفلي زي الناس العبوة. وأيضا كمان أنا أسوي إيش، أحط كيس، أربط كيس على نفس العلبة عشان ما يقدروا يفكوها. الله يحفظهم ويهديهم. أول حاجة الكلوركس في البيوت القديمة كل أسبوع مرتين ثلاثة شيكي على كل البلاليع، الله يكرمك، كل بلاليع البيت، يعني بلاليع المطبخ، بلاليع الحمام، أي فتحة للمصارف الصحية أسكبي فيها كلوركس. كمية بسيطة مو كبيرة. في البيوت القديمة مرتين ثلاثة في الأسبوع. في البيوت الجديدة يكفي مرة. إيش الفايدة؟ أول حاجة حشرات ما عاد تجيكي. خلاص. أيضا كمان الروائح، الله وانتم بكرامة دائما، يعني عشان دائما في دورة للمياه ويصحبها ضغط هواء. في ناس تقول قد ما غسل الحمام في ريحة، السبب من نفس المصارف حقت المصارف الصحية. كل البلاليع خلاص، إن كان بلاليع أرضية أو الله يكرمكم كرسي الحمام وانتم بكرامة المغسلة، الحوض، أي حاجة فيها في المطبخ في المغسلة توصل للمصارف الصحية، حطي فيها كلوركس، نسبة من الكلوركس كل أسبوع، في الأسبوع مرتين ثلاثة على حسب. أيضا كمان حتى البيت اللي فيه حشرات خلاص، يعني فيه نمل فيه كذا، من أبسط طرق الوقاية منها إنك تحطي في بخاخ كلوركس غير مخفف، وبعد ما خلاص تخلص تنظيف المطبخ ترشي أرض المطبخ بكلوركس غير مخفف، أو رخام المطبخ بكلوركس غير مخفف. طبعا نسبة بسيطة، نسبة مسموح بيها، مو تكب بكب.
راح تلاحظي مع الوقت إنها تقل الحشرات، وأصلا تخاف الحشرات تمشي سبحان الله على سطح مبخوخ فيه أو مرشوش عليه مادة الكلوركس. آه، أيضا كمان سلة البصل، هذه سلة البصل أكبر مشكلة للحشرات، على فكرة مرتع للحشرات، تمام. هي ممكن يجيكي مع البصل حشرات، حلو، وأيضا كمان حتى لو في حشرة في البيت حتستكن يعني وحتنبسط يعني في البصل، في سلة البصل. أول حاجة سلة البصل هذه ما تتمسح، ما في يعني قد ما حاولت أمسحها بس استنزاف جهد وطاقة. سلة البصل تتغسل وتترك يوم كامل تجف. لو عندك بلكونة، لو عندك حوش، خرجيها وجففيها. لو ما عندك عادي خليها في المطبخ، في أي مكان، تاخد لها يوم كامل تجف بعد ما تكوني غسلتيها زي الناس، غسلة محترمة كذا يعني. أيضا كمان عشان قشور البصل هذه اللي تتسرب في كل مكان وتعدم لنا أرض المطبخ وتعدم الدنيا وتعطي كده إيحاء بأنه المكان غير نظيف، لو عندك وقت وجهد شيلي القشرة الخفيفة فقط عشان لا يفسد البصل. القشرة الخفيفة اللي هي أصلا هي دي اللي تتناثر وتسبب المشاكل. لو أنت زي لا عندك وقت ولا جهد، في حلين. الحل الأول إنك بعد ما جفت سلة البصل تجيبي الورق حق القلي أو الجرايد، الآن ما عاد في جرايد لكن مثلا ورق القلي، نفس الخيش اللي جاء فيها البلاستيك تعرفوها، افرشيها في الارض حقت سلة البصل. يصير لما تتناثر القشور تتناثر داخل السلة، ما تخرج من الفتحات للأرض أو حوالين السلة. هذه الخطوة مرة مهمة في النظافة. وأيضا كمان كل مرة تجيبي فيها بصل خلاص لازم تسوي الحركة هذه، تنظفي السلة وتشفطيها وتغسليها. أو لو حسيت إنها ما هي محتاجة غسيل لا تغسليها، بس على الأقل غيري، شيلي القشور القديمة وحطي حاجة عازلة، بس هذه الحاجة ما تكون نايلون. أنا أنصحك بورق القلي أو بنفس الخيشات حقت البطاطس. أيضا كمان مناشف التمسيح. مناشف التمسيح يا بنات لا تحطيها مباشرة في الغسالة. أي حاجة عندك حتى مثلا يعني أي حاجة عندك متسخة كثير لا تحطيها مباشرة في الغسالة، لأنها تسبب على المدى الطويل روائح غير مستحبة في الغسيل. أيضا كمان ممكن تسبب أمراض جلدية، ممكن حساسية. طب كيف نسوي؟ مناشف التمسيح أول شيء أغسليها على يدك. ممكن يدك فيها أكزيما أو الدنيا برد، جيبي حاجة كبيرة يعني علبة بلاستيك، انتوا ايش تسموها، وعاء بلاستيك، طشت، اي حاجة بلاستيك، حطي فيها موية وحطي فيها مسحوق غسيل وخليها على لمدة ساعة، وبعدين بدلي عليها الموية بموية نظيفة. وبكذا بإذن الله تعالى راح تصير المناشف حقت التمسيح يعني نظيفة شوية، محتاجة غسالة لكن ما فيها دهون كثير، ما فيها روائح، ما فيها بقايا أطعمة. فبكذا تضمن إنه غسالتك تعيش مدة أطول. وأيضا كمان مو بعد فترة تشتكي من إنه حتى الغسيل العادي فيه روائح وفي الغسالة فيه روائح وتحتاج تسوي لها دورة غسيل، ويمكن تنجح ويمكن ما تنجح دورة الغسيل. فأي حاجة أعطي مثلا مناشف تمسيح، أي حاجة للبيت قبل ما تحطيها في الغسالة أعطيها دورة غسيل أو دورة نظافة. أيضا كمان لما تيجي تمسحي الكنب لا تحطي منعم غسيل. لما تيجي تمسحي الكنب أبدا لا تحطي في ماء التمسيح منعم غسيل. ليش؟ أول حاجة منعم الغسيل يبطل مفعول أدوية التنظيف، يعني أي حاجة تبي تبطل مفعولها في أدوية التنظيف حطي منعم غسيل، فعلى طول ما عاد يعطيكي نتيجة، أدوات التنظيف ما عاد تعطيكي نتيجة. الحاجة الثانية تترك طبقة يعني أقرب ما تكون للكريم أو الزيت من وضع يدك أو من وضع أياديكم، حتلاحظي إنه في سواد، يعني في كده حاجات سوداء تطلع. فمنعم الغسيل ما ينحط في أبدا في ماء تمسيح الكنب ولا السجاد على فكرة. أيضا كمان بسم الله علينا الله يحفظنا، أي حاجة تنحط فيها منعم غسيل تصير قابلة للاشتعال، هذه حاجة انتبهي لها. فلا تستخدمي أبدا منعم غسيل في مياه تمسيح الكنب، استخدمي منظفات، إن كان منظفات خاصة بتمسيح الكنب أو أنت عندك تركيبة خاصة، المهم ما فيها منعم غسيل.
أيضا كمان لما تيجي ترشي معطر، لا ترشي معطر على الهواء، رشي المعطر أقرب ما يكون للمنسوجات، يعني في الستائر بس مو مباشرة على الستائر، يعني خلي بينك وبين الستارة مساحة آمنة أو مسافة آمنة، ورشي على الستائر، رشي على الكنب، رشي على المنسوجات، على المخدات، على التكايات، علشان تستمر رائحة المنظف أو المعطر مدة طويلة. أيضا كمان من الأشياء اللي تعطي إيحاء بالنظافة اللي هي البيبان والجدران ونفس مفاتيح الأنوار، هذه لو كانت نظيفة وممسحة تعطيكي إيحاء. حتى المرايات نسيت أقولها، المرايات تعطيكي إيحاء إنه البيت كله نظيف ومرتب، عكس إنه هذه الأسطح لو كانت ما هي نظيفة ولا هي مرتبة راح تعطيكي إيحاء إنها غير، البيت كله غير نظيف. فدائما أحرص على نظافة البيبان والجدران، أيضا المرايات، مفاتيح الأنوار، هذه الحاجات التفاصيل الصغيرة مرة تفرق في تنظيف البيت. لا تستنزفي طاقتك في عملين منفصلين عن بعض، يعني دائما يقول لك يد في المقلة ويد في المجلة، أوكي وانت في المطبخ صح، أما مثلا تجيكي الشطارة إنك تفكري تطبقي غسيل وانت حاطة طبخة على النار، تفضلي رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية، عقلك مع الغسيل اللي بيتطبق وعقلك مع الطبخة اللي على النار لا ينحرق. والمسافة أصلا بعيد، فهذه لو أنهيتي ممكن تنهي طبيخك بسلام وتطبيقك بسلام، لكن راح تحسي إنه فعلا صح طاقتك استنزفت، وأوعدك هذاك اليوم يمكن ما تقدري تسوي شغل ثاني غير هذه الشغلة، أو ما تقدري تقومي بأي عمل تنظيف غير هذا العمل. فدائما لما تختاري أعمال اختاريها على نفس النسق أو على نفس الخط، يعني مثلا أوكي صح والأكل بيستوي، أرتب الثلاجة، أرتب دولاب الخزين، أغسل مواعين، صح على نفس النسق. أما شغلتين بعيد عن بعض أو شغلتين صعبة ما ينفع تستنزفي طاقتك فيها. خلي الشغل، خلي عندك ترتيب في ترتيب في الشغل دائما علشان تحافظي على طاقتك وما تستنزفي طاقتك بدري. أيضا كمان أنا ما أعرف إيش تسموها، اللي هي القدور أو الطناجر، اللي هي أوعية الطعام، الأوعية اللي نطبخ فيها الطعام. دائما نقع في خطأ إننا نحرص على غسيلها جيدا من الداخل وننسى من الخارج. القدور أو الطناجر لازم تتغسل من الخارج زي بالضبط تمام ما تتغسل من الداخل. ليش؟ إيش السبب؟ لأنك لو تركتيها من الخارج فيها عليها نسبة من الدهون لو بسيطة وحطيتيها ثاني مرة على النار يطلع فيها مادة سوداء أو لون أسود، وهذا سبب إنه بعض الناس تشتكي ليش طناجري أو قدوري من برا فيها لون أسود. سببها إنك ما اهتميتي بغسيلها وتنظيفها من الخارج جيدا. أيضا كمان فصل الغسيل قبل الغسيل، يعني كيف؟ في ناس يوم الغسيل تخرج السلة حقة الغسيل وتقعد يعني تفصل الغسيل، تخرج الأبيض من الملون من الغامق. لا، أنا أنصحك إنك من الأساس تشتري 3 سلات غسيل، سلة للأبيض، سلة للملون، سلة للأسود. وقت الغسيل أول شيء مخك، أنا قبل كده تكلمت في الفيديو الأول حق التنظيف، مخك محتاج نبسط له المعلومة، لأنه لو حس إنه المعلومة هذه ثقيلة أو الشغل هذا ثقيل أو العمل هذا ثقيل حيكسلك، حيحاول إنه يلهيكي أو ينسيكي أو يكسلك أو يعطيكي دفعة من الكسل عشان ما يبغى جسمك يتحمل مجهود. فلو كان الغسيل أصلا هو منفصل لحاله بدون ما أنت تفصليه حيكون الموضوع أسهل على مخك. أيضا كمان يعني في 10 دقائق، أقل من 10 دقائق، في ثواني تشيل السلة وتشيكي على الغسيل وهو نازل الغسالة، يمكن قطعة دخلت كذا وإحنا ما منتبهين، فالموضوع مرة يكون أسهل. لو عندك بيبي صغير حيصير عندك 4 سلات، لأنه البيبي الصغير ما أنصح أبدا غسيله يتغسل مع غسيل الكبار. أيضا كمان ملابس البيبي الصغير لو فيها بقايا أطعمة أو حاجة زي ما قلت لك على يدك غسليها، لا تحطيها في الغسالة وهي فيها بقايا أطعمة. نجي كمان، أنا كثير تكلمت قلت إنه اختيار الأثاث هو أول طريقة النظافة. نظافة بيتك تبدأ من اختيار أثاثك. دائما الأثاث يا تختاريه مرتفع تقدري تنظفي من تحته، يا تختاريه منخفض جدا، يعني يا مرتفع جدا يا منخفض جدا ما تدخل تحته الفتافيت.
فهذه حاجة من بداية اختيار الأثاث. أيضا كمان اكتشفي نفسك، شوفي أنت إيش تحبي في شغل البيت وإيش تكرهي علشان تركزي على الشغل اللي تكرهيه. مثلا أختكم في الله أو محدثتكم، أنا أكره نشر الغسيل وأكره تطبيق الغسيل، أكره ترجيع الأواني بعد ما غسلها، هذه حاجات أنا أكرهها ما أحبها. فدائما أركز عليها، أبدأ بيها لأنه أنا ما أحبها صح، فأنا أبدأ بيها لأنه لو سوفتها ما رح تخلص. أيضا كمان ما أحب تنظيف الثلاجة، فدائما تلاقيني أبدأ دائما بهذا الشغل وأدور لنفسي حافز لهذا الشغل. فأنت كمان اكتشفي نفسك، شوفي إيش تحبي إيش ما تحبي في شغل البيت، إيش اللي دايما تسوي فيه، إيش اللي دايما تأجليه. طيب لو في البيت في غبار مثلا، غبار على مثلا عندنا احنا في ينبع هنا في دائما تجينا موجات غبار، ايضا كمان في الرياض تجي موجات غبار، عاد ما ادري ايش في مناطق ثانية تيجي فيها موجات غبار. لو في غبار على الأسطح على الأرض لا تبدأي بالتمسيح، لو بدأتي بالتمسيح حتصير زي الطين، حتقعدي تمسحي مرة واثنين وثلاثة وتبدلي في المناشف وتبدلي. فأبدأي دائما يا بنفضها يا بكنسها بعدين مسحيها. أيضا كمان اختيار الوقت المناسب للنظافة برضو كمان هذه الحاجة تخليكي ما تستنزفي جهدك وطاقتك. يعني مثلا لو فكرتي انك قبل ما تنامي تغسلي دورات المياه، راح يكون لها وقت كافي في انها تجف، او تمسح البيت وقت كافي انها تجف، عكس ما انه في الوقت اللي فيه حركة في البيت ودخلة وخارجة في البيت راح تحسي انه مجهودك بيضيع سدى، وكأنك يعني بتدوري في حلقة مفرغة، مسحتي من هنا والارض لسه مبلولة، احد دخل احد خرج، انكب حاجة، ترك آثار في الأرض من أقدام من أي حاجة. فدائما اختاري الوقت الصح للتنظيف علشان لا تستنزفي جهدك وطاقتك. يعني مثلا ما تيجي في وقت زنقة غدا كده والصفر بتنحط تفكري كده إنك تنظفي حاجة أو تشيلي حاجة أو تحطي حاجة. اختاري الوقت الصح للتنظيف عشان لا تستنزفي طاقتك. مع الوقت ومع الأيام راح تصير عندك خبرة متى أنظف هذه الحاجة ومتى أرتب هذه الحاجة. أو عندك ولد تعبان أو في يدك طفل مريض وتفكري إنك تسوي عمل كذا يعني عميق. فهو يعني اختيار الوقت في النظافة برضو كمان مهم جدا جدا جدا. أيضا كمان لا تضيعي وقتك وجهدك وطاقتك في شغلات ما لها داعي وما لها لازمة. اتفقنا في الفيديو الأول حق النظافة إنه في أشياء مع الاستخدام هي لازم لونها يتغير، المهم إنه هي نظيفة ما فيها بقع ما فيها حاجات، لكن ما أطمح إني أرجعها زي كأنها جديدة. هي لازم استخدمت، لازم لونها يتغير، لازم شكلها يتغير، مو لازم ترجع زي ما هي جديدة. بالعكس هذا دليل إنه أنا استخدمتها. فدائما لا تضيعي وقتك إنك ترجع الأشياء جديدة، لا هي ما نبغاها ترجع جديدة، هي هذا دليل على إننا استخدمناها، فهي عمرها ما حترجع جديدة. تروحي تشتري كمية من المنظفات وتفكري إنك تنظفي الحاجة عشان ترجع جديدة، ولا ما حترجع جديدة ولا أبغاها ترجع جديدة ولا عندي طاقة إنها ترجع جديدة. أيضا كمان في كده يعني يجيكي كده تنظيف السوشيال ميديا اللي أنا دايما أسميه، تقول لك مثلا نظفي حواف علبة السمن بعود الأذاني مثلا، أو تقول لك مثلا في كده يعني أخرام بسيطة في البوتاجاز جيبي الخلة أو النكاش أو العود حق الأسنان ونظفيها فيها. لا لا لا، ما عندنا وقت لهذا الشيء أبدا أبدا أبدا. التنظيف عندنا في الأشياء المهمة، الأشياء اللي ما لها داعي لا تستنزفي فيها طاقة أو جهد أو أي حاجة، سوي فيها يعني سوي فيها ستوب. لا حد يستنزف طاقتك في تنظيف السوشيال ميديا أو تنظيف الناس الفاضية يعني. أيضا كمان دايما لازم في شغل البيت تفرقي بين المهم والأهم. يعني عندنا مهم ترتيب الصالة، عندنا مهم تكنيس الصالة، لكن الأهم ترتيبها علشان نعرف نتحرك فيها مثلا. وهلم جرة، عندنا المهم الغسيل عندنا الأهم مثلا الغسيل، بس عندنا مهم ترتيب الغسيل، لكن الأهم إننا نغسل، لأن لو جلست الملابس ما هي مغسلة نحتاج يعني كم يوم علشان نغسلها وممكن نحتاجها. لكن لو حطيناها في سلة تقعد يوم يومين إلى أن تترتب، موضوعها سهل.
فعلى هذا المنوال دائما في شغل البيت فرقي ما بين المهم والأهم، واختاري دائما المهم. أيضا عدم انتظار المواسم، يعني أنا ما انتظر الشتاء علشان أنظف تنظيف معين، أو انتظر العيد عشان أنظف تنظيف معين. أنا أنظف في الوقت اللي أنا أحس فيه طاقتي كويسة أنظف، ويجي بإذن الله تعالى علينا العيد وبيتنا نظيف، ويجي علينا رمضان وبيتنا نظيف، وتيجي علينا المواسم وبيتنا نظيف. ما أحب أشتغل أبدا عشان المواسم، بيتي لازم نظيف طول الوقت، مو في المواسم فقط أقعد أجل سنة علشان أنتظر موسم. لا، في كل مرة أنا أقدر أنظف فيها حاجة أنظف فيها، ما أنتظر موسم. بإذن الله يجي عليك الموسم وزنقة الموسم وإنت بيتك نظيف مو محتاج تنظيف. يعني ليش أجل؟ مثلا أنا أستغرب تمسيح مثلا الكنب أو تمسيح السجاد أو تنظيف دولاب عشان موسم. لا، أنا ما أنتظر مواسم، أنا أنظف طول ما إنه في طاقة في جهد في وقت أنظف، ما أقعد أراكم على نفس الشغل وأنتظر موسم يجي بالسلامة. الترتيب حسب الاستخدام، يعني مثلا يقولوا لك سوي دولاب للبهارات وسوي دولاب للزيت وحطي رفوف. لا، شوفي انت ايش اللي المهم يكون قريب منك وقت الطبخ، بدل ما انك تروحي جاية رايحة جاية وتفتحي دولاب واشياء تخرج من الدولاب واشياء ترجع من الدولاب. حطي دائما عند يدك الاشياء اللي انت تستخدميها، مثلا في المطبخ، مثلا في غرفة النوم، مثلا في الصالة. الحاجات اللي انت تستخدميها او يدك لازم تيجي فيها لا تبعديها عنك، يعني عشان بحجة النظافة تبعد الأشياء المهمة عنك. عندك بيبي صغير، حطي دائما حقيبة أو حاجة فيها أدواته بالقرب منك وبجنبك، علشان مو كل شوية قايمة رايحة جاية. دائما حاولي تقنين أو يعني صرف طاقتك في المكان الصح، علشان لا تستنزفي طاقتك وتتعبي وتقولي تعبت وما عاد تقدري تكملي في تنظيف البيت. أيضا كمان الأفضل أنك تستخدمي سلتين نفايات داخل المنزل أو داخل المطبخ، سلة تحطي فيها المواد العضوية، وسلة ثانية تحطي فيها اللي هي الأوراق، البلاستيك، الكراتين. هذه الأشياء اللي هي ما هي عضوية عمرها ما حتطلع روائح، عمرها ما حتسبب مشاكل، وتاخذي راحتك فيها عاد تشوفي متى تبي تتخلصي منها. أيضا كمان استخدمي دائما سلات نفايات صغيرة أو متوسطة علشان يسهل عليكم تخريجها وخروجها من البيت. سلة النفايات أهم حاجة فيها إنها تكون متوسطة، ما تكون ثقيلة، لأنها حيثقل عليكم يعني هذا العمل وحتبدأوا تماطلوا فيه. وسلة النفايات أكثر مصدر لكل مشاكل البيت سلة النفايات. يعني اختاروا دائما بنجاح وبعناية سلة النفايات. وأنا أنصحك إنك تخلي سلتين نفايات للمواد العضوية واحدة، وللورق والأشياء اللي هي غير قابلة للتحلل. وهي صراحة اللي بتزحم السلة حقة النفايات واحدة أخرى منفصلة. نرجع في الأخير اللي هي النصائح اللي دائما أنصحكم فيها. أول حاجة، بيتك مملكتك، لا في أحد يجي يقول لك أنت شغالة نظافة في البيت والليل بالنهار تنظفي. أيوة، هذه مملكتي وأنا حرة فيها، وأنا أنظفها وأرتبها بالطريقة اللي تناسبني وتعجبني. الحاجة أو النصيحة الثانية، لا تلقي بيدك في التهلكة علشان نظافة بيت. يعني لا تستخدمي مواد كيميائية خطيرة، يعني لا تحطي سلم وانت مو قدها وتطلعي تفكي شفاطة تمسكي الكهرباء. دائما نظفي على قد قدرتك، اللي ما تنظف ما يتنظف عادي، خلي الناس يقولوا شفاطتها مو نظيفة، بس أهم حاجة إنه أنا يعني بسلامتي وبصحتي. دائما خليكي في بيتك مرتاحة، نظفي على مهل، نظفي بتروي، نظفي بذكاء، مو تنظفي بجهد. دائما فكري وخذي قاعدة إنك مهما نظفتي راح ينتهي العمر والنظافة ما خلصت. يعني دائما فكري إن النظافة حاجة يعني انفينيتي، سرمدية، عمرها ما تنتهي. لا تضيعي لحظاتك الحلوة علشان نظافة بيتك. لا تطالعي كثير في السوشيال ميديا. والله يا بنات كثير أنا أتكلم أقول ترى أغلبهم عندهم أحد ثاني بينظف بدالهم. خليكي دائما راضية وقنوعة بنظافتك وفي بيتك.
وعلى العموم أنتوا مصدر إلهامي، أي وحدة عندها حاجة أنا نسيتها أو طريقة في النظافة أنتوا مصدر إلهامي، وأنا يعني أقرأ تعليقاتكم تعليق، أي وحدة عندها فكرة أو حاجة تضيفها وتكسب أجر أخوات.